اول اختبار حراسه لبوجات ام بكيزه عملت كده، وبكيزه واحنا بنعلمها لعبه حراسه عضت عيسى كده، وجان وانا بتعرف عليه عايز يعضني الجزمه، واحنا اصلا رايحين نحل مشكله بين بكيزه وامها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من كوكب مستر هوجو، وانا مدحت الحسيني، وهنبقى مع بعض النهارده في حلقه مختلفه، والحلقه كلها هتبقى بره البيت. النهارده زياره لصديق، هنشوف كلابه. الناس المتابعين هيبقوا عارفينه عندنا شخصيات كلاب متناقضه تماما، الكلاب كلها جيرمان شيبرد. هستعين بواحد من الكباتن اللي بستعين بيهم في المواقف اللي زي كده، هكلم كابتن عيسى وهنروح نعمل سيشن حراسه لكل الكلاب دي، وهنعمل لهم تيست للحراسه، هنشوف مستوياتهم وهوريكم شخصيات عكس بعض تماما وحالات مختلفة. أكيد كلبك ممكن يبقى حالة من الحالات دي، فأنت لازم تتابع الحلقة دي وتتفرج على كل حالة هنعمل معاها إيه. عندنا هناك زيرو اللي هو زعيم القطيع بتاعهم. زيرو كلب قوي جدا، غالبا خد كورس تأهيل وهو صغير وما اتدربش على حاجة تاني. الكلب بيعض كويس بس عنده تركاية، التركاية دي تهم ناس كتير، إنك إزاي هتخلي كلب بيعض أدوات يبتدي يبقى كلب ريل أو كلب حقيقي ويبتدي يركز على الخطر الحقيقي. وعندنا حالة تانية، الكلب هو لسه على الله حكايته خالص، ده هنبتدي نحاول نشوف مستواه ونحاول ناخد منه اي عضو. عندنا بكيزة بقى قصتها قصة، بكيزة ومامتها متخانقين، يعني ام بكيزة قفش على بكيزة، وفي قصة كبيرة دايرة بينهم، هنحاول نخلي الكلبتين ياخدوا على بعض. وعندنا بقى مفاجأة الحلقة، القمر الصغيرة، كلبة الله أكبر عليها، هتبقى من الكلاب المميزة قوي لو اتدربت صح. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات، وقابلكم هناك. يلا. ده كان استقبال بكيزه ليا اول لما وصلنا، وبص صاحبها بيقول لي عليها ايه. دي بكيزه اللي كانت بتخاف، هنشوف حكايتها وهنشوف هنعمل ايه مع باقي الكلاب. المرة التاسعة النهاردة هنهاجم الكلاب دي، هنعمل معاهم سيشن حراسة وهنشوف بكيزة لسه فاكرة تدريباتها ولا لأ. فجاهز يا كوتش؟ خش كده الأول، تعالى نجرب جارد، فاكرها ولا لأ؟ بكيزة جارد جارد. طلعت فاكرة بس بتتعامل ببرود، هنخلي الكلبة تشتغل أحسن من كده شوية وتركيزها يعلى وأدائها يعلى، وبعد كده هننقل على موضوع تاني، إن أنا هخلي الكلبة يعني تحاول تدافع عننا لأول مرة في حياتها. ودي تاني فكرة في الحراسة هنزرعها في دماغ كلب بشخصية بكيزة، كان قلوق من كل حاجة. الأول علمناه يدافع عن نفسه، وعاش فترة كاملة فاهم إن مسؤوليته أو المطلوب منه إنه يدافع عن نفسه فقط. وبعد ما أجاد الدفاع عن نفسه، هنا بدأنا نزرع في دماغه إن عنده مسؤولية جديدة أو مهمة جديدة، وهي إنه يدافع عن صاحبه. وبعد ما الكلب يعملها بطريقة كويسة بندعمه ونكافئه ونطرد المهاجم. جود جيرل يا بكيزة. بعد ما أكدنا على بكيزة المعلومة وادينا لها دعم كويس، هنبتدي نكمل معاها السيشن بتاعة الحراسة بتاعتها لحد ما ناخد منها أعلى نتيجة في الدفاع عني. شفتوا بكيزة وهي بتدافع عني؟ ما شاء الله، ما تنساش تقول ما شاء الله. بعد ما هنخلص الموضوع بتاع العض والاجريشن مع بكيزة، هننقل بقى على التدريب السلبي، ودي حاجة مهمة، خليك معايا. سلبي عايز ركز. فكرة التدريب السلبي ببساطة ان مش اي حد يلطف مع كلبك ويبسبس له يروح له، فبيخش هنا المهاجم زي ما احنا شايفين بطريقة لطيفة، وبيحاول يخش يبقى لطيف مع الكلب، وانت بتدي اوردر للكلب في الوقت دوت ان هو يركز، او انت بتبقى معلمه ايه، وبتاخد النتيجة دي مع التدريب المظبوط. بنفنش مع بكيزة، بس هوري لك لعبة علمناها لها مفاجأة. قولها اوكي 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 لا اوكي عايز طبطب على شيني. لعبة ببساطة ان مش اي حد يطبطب على كلبك، حتى لو حد طبطب وقت ما بتقول للكلب شيل بيعمل كده. وكفاية كده على بكيزة عشان هي عايزة تعض عيسى. تعالوا نشوف اللي بعده. اللي فاكر القمر دي مين يكتب لي في الكومنتات، عملنا عنها فيديو قصير وعجب ناس كتير جدا. ما تنساش تقول ما شاء الله على اي حاجة حلوة عينك بتشوف. نزود عندها غريزة المطاردة، ودي اهم حاجة تعملها مع الجرو بتاعك او الكلب الصغير عندك في السن ده، المطاردة والعض. وتعالوا بقى نشوف واحد من ابطال حلقتنا. هنعمل له تيست الحراسة للمرة التانية. كنا عملنا الجان تيست قبل كده لو في حد منكم تابع الحلقات القديمة، والمرة دي قررنا ان احنا بس مش هنعمل له تيست، احنا هنعمل تيست وهوريه لكم هنعمله ازاي. زي ما انتم شايفين هنا عيسى بدأ يتعرف على الكلب، وبعد كده عايزكم تخليكم معايا عشان هناخد من الكلب ده نتيجة. كابتن عيسى نعمل تيست، هنعمل للكلب تيست حراسة يا جماعة، ركز. زي ما احنا شايفين الكلب بيتجاهل، انا عايزك تركز عشان دي حالة عامة للكلاب اللي ما اتدربتش قبل كده، فركز معايا واعمل اللي هنعمله.
احنا كل مرة بنحاول نقدم شخصيات كلاب مختلفة، وهنا الكلب من التوتر انه مش عارف المطلوب منه ايه بدأ ينام ويقلب الموضوع بلعب، فاحنا بدأنا نفهمه الجد شوية. واحدة واحدة هوري لك الكلب اللي عمال بينام وبيهزر ده كمان شوية هيعمل ازاي. عيسى معرفش يمسك نفسه اول لما نام له كده، راح طبطب عليه. هنا هنبدأ نخلي الكلب يعض الحاجة اللي بيحبها لأنه لسه مش فاهم حاجة عن التدريب، هنخليه يعض لعبته. بدأنا ناخد منه عضة بالحاجة اللي هو بيحبها، وبعد كده نفس الحاجة هنبتدي نضغطه بيها شوية، هنعلل معاه الموضوع واحدة واحدة لحد ما ناخد منه عضة على الحاجة اللي بيحبها. والكلاب زي ما قلنا شخصيات، كل كلب بيشتغل بطريقة. جان هنتعامل معاه بطريقة خاصة بس نتعرف عليه الأول. بس هو عايز يوريني ان هو بيعض وبتاع. تعالى بقى بطريقته نعرفه على الدراع اللي هي طريقة اللعب. خليه يعض ويملى. لعبه خليه طار. الكلام ده ليك انت كمان مش لعيسى بس، ابدأ مع كلبك اللي عايز تدربه حراسة باللعب كده. خليه طارد. ايوه كده، البس لي الدراع لبسة الهجوم يا عيسى. هنا اللي لقيت الكلب ما عندوش مشاكل مع الدراع طول ما احنا باتيتيود اللعب، فخليت عيسى يبتدي يديله جزء من سيناريو الحراسة ويخلي الكلب يبتدي يطارد الدراع بجد وهو لابسه عشان يتعود على العضة. ودي طريقة تنفع مع الكلب ده، لو اتعاملت مع كلاب تانية تبوظها الموضوع ما ينفعش يبقى محفوظ. تعالوا بقى نبدأ مع جان تدريب بجد. مش عايزك تروح في حتة، الحلقة لسه ما بدأتش، احنا عندنا حالات كتير والتقيل دايما ورا. هناخد من جان احسن نتيجة زي ما احنا متعودين في اول سيشن ليه في الحراسة في حياته، وهو مربوط الاول وبعد كده وهو في ايد صاحبه، وهناخد منه احلى عضة في اليوم، هندخله البوكس. وجان من اجمل الكلاب الشو لاين في مصر اللي دلوقتي بقت بتعض. تعالوا بقى نشوف المفاجأة. واحنا رايحين لقينا القمراية بتاعتنا واقفة بتبص علينا، اللي على اليمين دي بوجاتي، واحدة من مفاجآت الحلقة، واللي هيطلع دلوقتي زيرو اللي عيسى رافض يتعامل معاه. فتعالوا نحل الحوار ده. ارفعها مش هرفعها والله. تعملوا تيست ولا تسلم عليه؟ لا تيست اكيد والله مش هسلم. زيرو ووتش. زي ما قلت لكم في مقدمة الحلقة، زيرو كلب مميز بس ليه موضوع مهم النهارده. الموضوع ده ممكن يكون واجه ناس كتير من اللي دربوا كلابهم قبل كده، وهو ان الكلب بيشتغل لما بيشوف المهاجم او الادوات بس. هنا طلبنا من كابتن عيسى انه يتعرف على الكلب، فهو طلب انه يتعرف بس بطريقته وهو واخد احتياطات الامان الكاملة، فراح يتعرف على الكلب من جنب السور وواخد معاه التج. فبصوا اول لما لعب الكلب بالتج كلب نسي كل حاجة ومرتبط بالتج. هو يعني اشتغل حراسة زي اللي احنا لسه عاملينه مع جان كبداية. تعالوا بقى اوريكم دي المرحلة التانية. المفروض ان الكلب بعد المرحلة الاولى اللي هي ارتباط العض بالالعاب احنا بنفصلها وبنبتدي نربط في ذهن الكلب وتفكيره حاجات تانية. تعالوا بس نكمل مع عيسى وجان. هنا عيسى بدأ يسلم على الكلب، الكلب حاسس منه ان هو متوتر شويتين فمش هيرحب خالص. انت بتعمل ايه وحاطط ايدك ليه؟ هيبتدي يديله دعوة تاني للعب، بس عيسى ما خدش باله وده وارد. رياكشنات الكلب ثابته، الكلب مش مرحب تماما يا جماعه. بس انا بصور لكم بقى ده ليه؟ عشان اوريكم كلب زي ده ما شاء الله، هو كلب بيعرف يعض وكل حاجه، بس لسه ما كملش تدريبات الحراسه. كلب زي ده هيكمل تدريبات الحراسه قسما بالله يا عيسى. هو انا بصوره لكم كمان 2 سيشن مثلا، مش عارف يجي جنب الكلب ده تاني ابدا. التدريب مش كرباك، والتدريب مش دراع، والتدريب مش عض، الموضوع له علاقه باللي بيتربط في دماغ الكلب، وهو ده تدريب الحراسه. تعالوا بقى نشوف جان وهو بيعض الدراع عادي، وده بالنسبة لأي حد كلب شرس، بس دي أول حرف الألف في تدريب الحراسة. تعالوا نشوف هننقل من الموضوع دوت للمرحلة اللي بعديها ازاي، وازاي هنخلي الكلب يرتبط ذهنيا بحماية صاحبه ويركز مع الخطر الحقيقي مش مع الأدوات. ركز في اللي جاي وحاول تطبقه مع كلبك بطريقة سليمة. شوف هنفصل الكلب ازاي وهننقل الكلب ازاي. هنا استخدمنا الكرباج كمؤثر صوتي ينبه الكلب بالخطر، وبعد كده هنبتدي ننقل الكلب بعد ما يستجيب ان هو يتوجه لحاجة تانية تماما يعضها. وهنا هناخد منه عضة على الطج الثلاثي. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الكلب لا تعليق على العضة، بيعض فول بايت وبيعض بقوة ما شاء الله عليه. بس الأهم تعالوا بقى هنشوف دوت مع صاحبه، وهنشوف رأي صاحبه، وهنشوف هنعمل ايه عشان موضوع زيرو النهاردة مهم قوي. باشمهندس عامل ايه يا باشمهندس؟ تعالوا بقى اوريكم الفرق بين الكلب اللي متعلق بالادوات والكلب اللي بيعض بجد، وازاي عايز اوري هنعمل ده له مع الفرق بين السبورتس والكلب الريل. بصوا يا
جماعه الكلب الريل مربوط بالخطر دايما. بص لو رمينا الدراع هنا شايفين الكلب راح فين؟ مصدر الخطر الاساسي اللي بيهاجم اهو. قرب يا عيسى خطوتين. واخدين بالكم الكلب تركيزه على ايه؟ هو ده الفرق ببساطه يا جماعه، عشان في ناس كتير قوي بتقول على نفسها مدربين ولسه مش فاهمه القصه دي الا من رحم ربي طبعا. لو كلبك بيعض الادوات بس ومش عايز يهاجم اشخاص لما بيشوف خطر، خليك متابع احنا هنعمل ايه واعمله زي ما هنعمله بالظبط. الخطر هيروح على ايه؟ هنا الكلب عمل كونكت، بلوتوث كونكت خلاص. زي ما انت شفت الكلب ارتباطه كله بالدراع ازاي وبالادوات اللي بنعضده فيها حتى بعد اللي عملناه. هنبتدي بقى نحسسه ان في خطر على صاحبه. نبه الكلب يا احمد. دي اول خطوه دايما بتتعمل بقى في تدريبات الريل، ان احنا نخلي الكلب يبتدي يغير على صاحبه. نكونكت الموضوع ده ازاي؟ ما بيجيش بالحركات، ما بيجيش بالفيديوهات، ما بيجيش بالكلام، بيجي بشغل وربط عالي في دماغ الكلب. هنبتدي نأكد على الكلب المعلومة ونعملها تاني ونعرفه ان الغرض من الموضوع دلوقتي انك تهاجم الاهداف تهاجم الاهداف من غير ادوات، وان الاساس في الموضوع انك تحمي صاحبك. بعد كده هنكمل معاه السيشن بتاعة الحراسة. احنا كده عرفنا مستوى زيرو وهنتابعه الفترة الجاية هنعمل معاه ايه. هنكمل سيشن الحراسة وهنبتدي نخلي الكلب يعض عضات حرة، لان احمد كان عايز يشوف هو هيقدر يعمل كده ولا لأ. وزي ما انتوا شايفين هناخد برضو منه اعلى نتيجة ما شاء الله. الكلب بيعض فول بايت، فهنكافئه هنسيب له الدراع يدخل بيه البوكس، واطلع لكم بقى مفاجأة الحلقة اللي هتفاجئني زي ما هتفاجئكم بالظبط. بقى بوجاتي، واول مرة تظهر على القناة عندي بوجاتي ام بكيزة الكلبة السوداء اللي كانت بتخاف. بدأنا نعمل لها تيست حراسة لأول مرة، وهنا عيسى بيتعرض. تيست يا كوتش، تيست. بص بقى غريزة ام بكيزة عاملة ازاي. برافو. كلبة أول مرة في حياتها تتعرض لهجوم أو مهاجم. بص هتعمل ايه على العصاية. أم بكيزة عرفت. هي ما تعرفش يعني ايه عض، بس اتصرفت بالغريزة اللي ربنا خلقها عليها، إن هي صاحب وافي بيحرس مكانه وبيحمي صاحبه. تعالوا نشوف هنعمل معاها ايه وهناخد منها نتيجة عاملة ازاي. لسه بتتعرف على الأدوات، هتبتدي تضغط تتوتر. هي بتشوف ايه دوت. ادي الكلب فرصة يتعرف على كل حاجة. لو انتم ملاحظينها مش عايزة تدخل خالص. وبصوا بعد ما اتعرفت هتعمل ايه. انا مش قاطع حاجة من الفيديو، المهم نكافئ في الوقت الصح. بص كده. لا ما تطبطبش الا لما تأدي، طول ما هي كده ما تطبطبش. ده برضو مش عيب، ده نتيجة التوتر. هي مش عارفة المطلوب منها. تعالوا نشوف تاني ايه اللي هيحصل. احمد الكلبة هتأدي هنكافئ، مش هتأدي مش ما بنلمسهاش. يلا عايز تشغل كورباك رايح جاي جنبها نص دايرة، اشتغل نص دايرة نص دايرة نص دايرة. طب من اجمل الكلاب واجمل الشخصيات الموجودة. ربنا يبارك فيك يا بوجا. عايزك تتخيل بس لو اتدربت دي هتروح فين. سيب. دخلت على العصاية للمرة التانية. احنا اشتغلنا بشوية تحفيز ايجابي بس مع الكلبة او كافئناها في الوقت المناسب. تعالوا بقى نحل مشكلتها مع بكيزة اللي هي سبب زيارتنا اصلا، ان هي قافشة عليها طول الوقت. بكيزة احنا شايفين بتتعامل بلطف، بس لطفها مضايق مامتها. بكيزة جت قعدت عندي شهرين تقريبا، ورجعت في فترة الهيت او فترة الجواز بتاعت بوجاتي. فطبيعي جدا ان الكلب الكبير يسيطر. بكيزة فاهمة، بس محتاجين يتعرفوا على بعض بطريقة سليمة. دوت احنا هنعمله مع بعض النهاردة، وهنعرف الكلبتين على بعض من الاول، وهنشوف هنوصل معاهم لنتيجة عاملة ازاي. اهم حاجة في الوقت ده انت لازم تبقى مش متوتر خالص، لان انت ممكن تبقى السبب ان تخلي الكلاب تهجم على بعض. خليك واثق في نفسك وابتدي حرك الكلاب جنب بعض بثقة. ما تخليهاش تركز معايا، خلي تركز معايا، تركيزها معاك. هو يغلط او ان هو يبادر بهجوم، ابتدي وجهه من غير عنف ولا توتر زي ما قلنا خالص. ودوت اللي عملناه مع بكيزة لحد ما اتاكدنا انها تمام. هنسيب الكلبة وهنبتدي كابتن عيسى يحرك بوجاتي حواليها بطريقة سليمة، ويبتدي التوجيه هنا لبوجاتي علشان ما تغلطش مع بكيزة. بكيزة مش هتغلط. اتأكدنا ان الدنيا تمام، هنبتدي ناخد الكلبتين في اتجاه واحد، نبتدي نحركهم مع بعض برضو بطريقة سليمة، ونعدل اي رياكشن مش مظبوط زي كده، نوجهه بطريقة برضو سليمة من غير عنف، ونسيب الكلب الاهدى زي ما قلنا. بكيزة هنا تمام وبتقول لنا تمام وخاضعة، ومش هعمل اي مشاكل خالص.
اتأكدنا من الموضوع وبعد كده وصلنا للنتيجة دي، سيبنا الكلبتين تماما والحمد لله ربنا وفقنا في أول يومين 3 بنفس الطريقة تخلي الكلاب تثق في بعض ويقدروا يعيشوا مع بعض من غير أي مشاكل. حلقتنا النهاردة كانت مميزة، ما تنساش تعمل متابعة عشان اللي جاي مميز أكتر. أنا مدحت الحسيني، دي قناة مستر روجو، وأشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.